يعني انت بتضيف للناس حاجات في حياتها ولا بتخش للناس في حياتها تاخد منها؟ يعني انت بتخش تبقى اد فاليو في حياه الناس وفي الشركه اللي بتخش تشتغل فيها، في المؤسسه اللي بتخش تطور فيها، ولا بتخش تاخد من فلوسهم ومن مجهودهم ومن روحهم ومن دمهم؟ المفروض تبقى ايه؟ في مقوله حلوه قوي في الجيش بتقول لك لازم تتعب جدا 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 في التدريب عشان تتجنب الدم يوم المعركه. من الاخر عشان تبقى جاهز لازم تدرب على كل حاجه، على النط وعلى الزحف وعلى الشقلبه في الهواء وعلى كل حاجه عشان يوم المعركه تبقى جاهز. ما تبقاش في حاجه ما بتعرفش تعملها، ما تبقاش في حاجه ما بتعملهاش حلوه قوي. في حته هنا عجباني قوي قوي، ان تعب النهارده هو فرشه يوم بكره، ان تعب النهارده هو البيز والاساس اللي احنا هنبني عليه بكره، هو مجموعك النهارده هو اللي انت هتخش عليه الكليه بكره، هو الايفورت بتاعك النهارده هو اللي انت هتترقى عليه بكره. ما ينفعش تجيب 70% النهارده عشان بكره مش هيبقى عندك الوقت تجيب 130%، وما ينفعش تجيب 70% النهارده لان بكره هيتبني على ال 70% بتوع النهارده. فانت لازم كل يوم لوحده يبقى انت عارف ان انت كل يوم بتجيب نتيجته 100%. ما ينفعش نتيجه اليوم تبقى 70% وتقول خلاص انا مش قادر اصلي بكره هجيب ال 70%. لا، مش هتترقى. ما جبتش التارجت الشهر ده وانا بشتغل في ريل استيت عشان السوق واقع، عشان الدنيا وحشه، عشان انا عملت مجهود وما لقيتش نتيجه. في واحد الشهر ده هيجيب هو ويترقى هو. انا مش هعمل اعلانات الشهر ده، الدنيا كده كده شغاله والدنيا كده كده حلوه. لا، في حد هيعمل اعلانات الشهر ده ويجيب هو النتيجه الشهر ده. اخر السنه بقى اللي هيبقى جايب 100% كل شهر هيبقى جايب 1200% اخر السنه بعد ال 12 شهر. لكن اللي هيبقى جايب النهارده 70% وبكره عوض جاب 130% وبعده جاب 80% وبعده جاب 60%، اخر السنه عمره ما هيكون جاب 1200. فلازم كل يوم لوحده يبقى انت عارف ان يومك النهارده 100%. لو انت عايز ترقى في شغلك لازم تبقى عارف ان انت بتعمل مجهود النهارده يساوي 100% من المجهود اللي تقدر تعمله. لو انت عايز بكره توصل لحاجه حلوه في شغلك لازم النهارده تعمل 100% من اللي تقدر تعمله، واللي ما تقدرش تعمله بقى مش اللي تقدر تعمله بس، واللي ما تقدرش تعمله، عشان بكره تلاقي سبيس تكبر فيها. لان انا امبارح عملت 100%. على فكره انا عملت الواجب يا جماعه، على فكره انا خلصت الهوم ورك بتاعي، انا جايب 100% امبارح. عارفين زي ايه بالظبط؟ ما ينفعش تبقى جايب 50% ثانويه عامه وتخش كليه طب وتقول لهم انا هذاكر في كليه طب. لا يا برنس، انت هتموت الناس. انت لو ما ذاكرتش في ثانويه عامه دي وجبت 100% وموتت نفسك، احنا هنبقى متاكدين ان في كليه طب انت مش هتذاكر وهتموت الناس وهتنسى فوطه في بطن العيان وهتودينا في 60 ده يخرب بيتك. تشيرز. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس تحت، هتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.